صباح النور حبوباتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة ان شاء الله. البنات كيف حالكم؟ كي راكم؟ وش درتوا؟ وش احوالكم؟ لاني رجعت معاكم ان شاء الله مرة نحط معاكم فيديو للناس اللي دخلوا عندي جداد، ونقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، نورتوا قناتي. ما تنسونيش حبوباتي، من جام تفاعلوا معايا في القناة شوية، بارطاجوا مع احبابكم وصحابكم. لهنا رانا نضنا يعني الصباح بديت يعني نشارك معكم الصباحية وش عندي حتى للمساء. لهنا راني نتقهوى الصباح. كاين اللي رايح يقرا وكاين اللي ما يقراش داك النهار. كان عندي موعد مع بنتي الدونتيست، حبيت نديها هي الاولى. هنا فطرت، شريت هذو حبات الكاطو من برا، راني ما خدمتوش البنات، الشارك والبقلاوه والمقروض ولا هذيك راحت لي مشى. المهم غير سخفت عليهم من عند البولونجي وشريتهم وفطرت بهم. صراحه انا ما عنديش الوقت باش نخدم في الدار. هذه البنات هاكم معايا حتى نعقبوا واش كاين في الروتين تاعي وفي اليوم تاعي. وانا نروح هنا كان عندي الموعد مع طبيب الاسنان على جال بنتي. هنا راني دخلت لهذه العياده. كما تعرفوا عجبتني هذه الشجره، حبيت نشارك معاكم الديكورات كيف راهم مديكورين الحاله. كما تعرفوا النوال عندهم هما قريب يحتفلوا به راس السنه. ان شاء الله تكون سنه خير وصحه وراحه يا ربي عليكم وعلى جميع المسلمين يا ربي. احنا كما تعرفوا ما نامنوش بهذه الحوايج، مي بصح معليش، كل واحد عنده عياداته وعنده ديناته وكل واحد يتبع اللي يليق به. هنا راني خرجت من رونديفو وحبيت نوريكم مقتطفات البرة كيفاش الزينه راهم في كل بلاصه يحطوا هما الزينه هذه تاع النوال. ديكورات الاشجار، هذه شجره اعياد ميلاد. صراحه هما يزيدوا واحد الديكور، واحد الطبعه خاصه في المدينه تاعهم. كي تخرجي وتشوفي الاجواء نتاعهم كيفاش مع الضواو شاعلين، سورتو مع العشيه ولا في الليل هكاك مش كيما الصباح. لهنا راني مروحه للدار البنات. راكم وين تروحوا هاكم تشوفوا الديكورات. حبيت نشارك معكم في اي بلاصه. هنا قدام لاميري البلديه حاطين الزينه هذه تاع عيد ميلاد، في كل شارع تلقاهم مزينين. وهنا البنات دخلنا للدار بعد ما رحنا تسوقنا. شريت معكم دقلة نور تمر الجزائريه، ما نستغناش عليها، لازم تكون في بيتي الاصيليه. صراحه ما كرهتش نروح البلادي ونجيب يلا غالب، حتى لهنا راهي الحمد لله متوفره ويجيبوها لنا، ولكن زايده في الثمن شويه. مي معليش، ما منتوج بلادك مهما كانت تشريه ما باي ثمن. شريت معكم فرماج تاع الماعز، فرماج عادي تاع البيتزا رابي كاشير. شريت معكم مايونيز، هذو جامبو البنات على بالي ما مش صحيين، ولكن البنه ما نقدرش نستغنى عليها. حبه تاع خميره الخبز، هذا فرماج تاع البرجر الوليدات، هذا خبز البرجر ثاني. شريت بيض زيتون، زوز زيتون بدون قلوب يعني. وشريت هذا بيض تاع الروز، وشربة الفريك شوربه جزائريه. ها هي الفريك الجزائري. جابوه لنا حتى لهنا وفروه لنا، جابوا لنا كل شيء متوفر الحمد لله. هجي لبنتي الصغيره والمناضه، واكيد لهنايا جاب لي الكرشه. انا ضمنتي على الكرشه وسخفت عليها، ان شاء الله نشاركها معكم في فيديو اخر راني حنحطه لكم. هنا شريت كيلو صدر دجاج مرحي، وكذلك لهنايا كيلو فيونداشي مرحي. لهنايا البنات لازم كل حاجه نحطها في بلاصتها، ومن بعد ان شاء الله نكمل معكم الروتين تاعي. حبيت نشارك معكم هذه الاكله. حبيت ندير مرقه زيتون وبطاطا مع كويرات تاع الدجاج بصدر الدجاج يعني اللي شريته وشاركته معكم. تبعوا معي الطريقه حتى الاخر. لهنا ما عندنا يعني غير هذاك شو سموها زوز حبه طماطم وحبه بصل. وبصل ما نديرش الحبه كامله، الا عاد حبه كبيره ما نديرش حبه كامله، ندير نص ونص، من بعد نزيدو في الصدر تاع الدجاج. هذه لاصوصه البنات. قلت لكم نستكرفجوها لهنايا برك، وتعاودوا تحطوا عليها شويه فلفل كحل. لهنا راني شريت هذا الباكي صافي قاعد عندي قدامي محلول. من بعد هذا ونحن عليه ربي فرغته في الباطه. عندي قطرات الزيت وشويه كزبر مرحي باش يطلق الريحه والبنه في المرق الابيض اكيد، ورقات الرند، زوز ورقات الرند، وتحركوا مليح. لهنا البنات راني كنت نسيت الملح، الحمد لله لهنا تفكرته في اخر دقيقه. ولهنا تغطوا عليها وتخلوها على نار مهيله تتشحر هذيك الدغميره.
المريقه تاعنا كما نقولوا مازال ما مرقتهاش. لهنا كان عندي صدر الدجاج حطيت عليه نص راس البصل اللي قلت لكم خلوهم من بعد، درت عليه شويه فلفل كحل وشويه ملح، تبقاو تخلطوا مع بعضاهم. وكذلك تزيدوا عليه شويه المعدنوس الى عندكم، والله اللي ما عندهاش معدنوس تقدر دير الكزبر. انا عزيز عليا الكزبر اكثر من المعدنوس. لهنا قطعت عليها الكزبر ونخلطه مليح، ومن بعد نزيد عليها عظمه باش يتماسك معنا الخليط هذا تاع الدجاج، وراح يجي معكم هشيش. وزيدوا له في وسطه كذلك الشابلوغ. صراحه كتزيدوا له شابلوغ والبيض راهي واحد البنه لا توصف يا البنات، غير جربوها ومن بعد تردوا عليه الاخبار. هنا بعد ما تشحرت المريقه تاعنا نكونوا مقطعين البطاطا، نحطوا حبات البطاطا لهنايا مقطعين بهذه الطريقه يعني بالطول، ومن بعد نقلوا كويرات تاع الدجاج كما راكم تشوفوا فيهم. الصراحه يعني اكله جد جد سهله وما فيها حتى حاجه ما تتطلبش، يعني في كل بيت اكيد عندهم صدر الدجاج والبطاطا كاينه، الطماطيش البصل هذو يعني ما يستغناش عليهم العبد، اكيد كاينين في الدار دائما. وهذه هي البنات لازم ساعه ساعه تحركوا الكويرات هذوك باش يجوا محمرين باللون هذا. قلت لكم جربوا الطريقه تاع شابلوغ والبيض ديروهم في صدر الدجاج سمحوا لي. من بعد قلت لكم تشوفوا البنه راح تلاحظوا الفرق الا ما كنتوش ديروه من قبل هذاك. لهنا بعد ما طابت عندنا المريقه تاعنا تاع البطاطا نفرقوا عليه الزيتون اكيد يكون مغسول وتفرقيه من الماء هذاك اللي شريتيه به. لهنا البنات راه عندي فيس هذا تاع المسيح، ندور دوره نقطر قطره تاع ما نحملهاش فوق الكازينير، لازم نبقى مره ونمسح، ما عرفتش غير انا ولا كاين الناس اللي كيفي. لهنا بعد ما طابت المريقه تاعنا يا البنات نقدموها معكم في الاخير. تبع معايا دوك تشوفوا كيفاش يعني قدمتها في الصحن. التقديم هذه البنات بالصحه والراحه، جربوها البنات وما تندموش عليها، والله غير بنه لا توصف. اكيد على بالي راه كاينين اللي يديروها، مي بصح جربوا الطريقه تاع الشابلور مع البيض في صدر الدجاج راح تجي هشيش يا البنات، وما نحكي لكمش انا عزيزه عليا هذه الاكله. المهم هذه هي اكله الجزائريه غنيه عن التعريف، الناس تاع الجزائر كامل يعرفوها. كاين مرق الزيتون، كان يقول لك طاجين الزيتون، مي طاجين الزيتون ما يزيدولوش البطاطا، مي هذه مرقه بطاطا بالزيتون عادي، ونزلت لها كويرات تاع الدجاج. هذه البنات الطريقه تاعها كما هكا اللي شفتوها سهله مهله. انا ما درتش في الاول فخاخ تاع الدجاج يعني في البرمه ما طيبتهمش، لانه ما كانش اللي راح ياكل الدجاج في البرمه، ما اغلبيه ما ياكلوه ياكلوه كما هكا مقلي. لهنايا البنات راني حبيت نشارك معكم تقطع تاع غوناتا هذه هي الرمان، عجبتني الطريقه وقلت نشاركها معكم. سهله مهله كيفاش تقطعي الرمان، مش بالطريقه تاع قبل اللي نقطعوه بها لقيتها غلط. لهنايا هذه عجبتني الطريقه سهله، بتبرجي الرمانه كما هكا على قداش نبرج، ويعني تخبطيها هكا تقلبيها وتخبطيها، بصح عندك حاجه تكون واسعه باش ما يطرش الرمان هكا الحب تاع الرمان منه ما يتشتتش كامل يطيح في البلاصه هذيك. غير تخبطي خبطات كما هكا تتنفض هذيك الرمانه كامل لداخل. ونقول لكم هذه الطريقه ان شاء الله الى عجبتكم حتى نتوما تجربوها تعودوا تقطعوا بهذه الطريقه سهله مهله. في الاخير يعني حتى ويطيح هذاك الورق تاع الورق الاصفر تاع الرمان اللي لداخل، الكشور كما نقولوا حنا الجلوف الداخليه سهله يعني في الفرز، من بعد تقدري سهله تنحيها. تبعوا معي الطريقه حتى الاخر كما تشوفوا. لهنايا هاني قاعده نخبط فيها كتشوف الرمان كامل يهبط بسهوله معايا. هنا البنات راه سمحوا لي على الاضاءه، كانت بنتي حنا نشعلوا الضوء تاع الكوزينه وهي طفيه، هنا نشعلوا هي طفيه، شعلت هذيك الرينج لايت اللي راهي تخزروا فيها يعني درت الاضاءه هذيك الخاصه بالتصوير، درتها كما هكا على هذيك اللي عاد شويه الضوء هنايا مظلمه شويه. سمحوا لي على التصوير فقط، راكم تعرفوا اللي عنده وليدات كما هكا يزغدوا. المهم سلامتهم معليش، ربي يحفظهم ان شاء الله ويحفظ لكم وليداتكم. شفتوا الطريقه تاع الرماني البنات هاكش ما قعدت فرمانه ما قعد والو كلش طاح، كنت ديريها بهذه الطريقه. الحب هذا كامل تاع الرمان تبقى حاجه قليله برك يعني تقدري تكمليها بيتك. شوفوا البنات هذا الورق اللي قلت لكم عليه تهزوه غير هكا بيديكم سهله خلاص، خاطر ما هو من بعد مر هذا الورق اللي لداخل اكيد تفرزيه وتحيديه. هذه البنات وبالصحه والراحه، وان شاء الله يعجبكم الروتين تاعنا تاع اليوم. وهنايا كان عندي الفوطوات تاع بناتي تصوروا في ليكول بمناسبه يعني قريب راس السنه 2025 راح تدخل علينا ان شاء الله بالخير والصحه والهنا. داروا لهم صور، كاينين اللي يتصوروا مع خواتاتهم، كاينين اللي يتصوروا وليدات وحدهم مع الكلاسه. انا بنتي بحكم ما تقدرش تصور مع الكلاسه تزغد ما تقدرش حركيه، درت لها فوطو واحد مع اختها
فقط حبيت نشارك معاكم هذا هو الفطور بمناسبة رأس السنة الجديدة. نقول لكم عام جديد إن شاء الله يسركم بالخيرات واليمن والبركات إن شاء الله، طول العمر والصحة وراحة البال. نقول لكم مع السلامة، عام جميل إن شاء الله.